السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. لو أنت لسه معرفتش تحل مشكلة قوالب كاب كات على التيك توك، لسه يعني ما ظهرتلكش، أو لسه أنت مش عارف تعمل ريل كده بشكل كويس في التنقلات أو في الحركات والميوزك اللي أنت بتبقى محتاج تعملها عشان تعمل ريل يكون شكله كويس ويجذب الانتباه. أنا كنت قدمت كذا حل قبل كده نفع مع ناس وناس لأ، فأنا النهاردة جايب لك حل جديد عشان تعمل ريل كويس، وكمان هنتأكد ان الريل بتاعنا ان شاء الله ينجح ازاي، وهنتأكد من تفاصيل جديدة ومميزات ان شاء الله هتعجبك في الفيديو ده. ولكن هو مش حل هنخش فيه على اعدادات او احنا هنظبط اعدادات عندنا على الموبايل. فانا لقيت تطبيق بيبقى موجود على الاي او اس وموجود على الاندرويد. المميز ان هو بيجمع لك كل الفيديوهات او الترندات الموجودة على الريلز اللي انت بتشوفها في اي مكان، سواء انستجرام، تيك توك او حتى الشورتس على اليوتيوب. فهي ترندات كده بتبقى معروفة، وهو بيبتدي يوفر لك بنفس الطريقة بالظبط. المميز ان انت بتحفظ عندك كمان من غير علامة مائية. برضو بنفس الطريقة بتتفرج على الترندات الموجودة وتبتدي انك انت تشوف فيديو مناسب بالنسبة لك، تعرف الفكرة بتاعته. فكل اللي عليك بقى انك انت بعد ما بتختار الفيديو بتيجي عند كلمة اد ميديا او اضافة حاجات من الاستوديو عندك، فبتبتدي انك انت تضيف. هو بيبقى موفر لك الوقت المناسب لكل حاجة انت محتاج انك انت تحطها. يعني انت مش هتعمل اي حاجة غير انك انت هتحدد الصور بتاعتك. هو بيحدد لك كل حاجة، يعني الفيديو بيبقى متقسم وانت مش تعمل اي حاجة. تختار عدد الصور او عدد الفيديوهات اللي انت هتعملها زي ما هو مطالب منك، وبعد كده هتتنقل على الفيديو بتاعك. المميز بقى ان انا بعد ما احط الصور اقدر ان انا احدد على اي صورة منهم، واقدر ان انا اغيرها، اعمل لها ريبليست او اغيرها واحط لها صورة تانية او فيديو تاني من عندي لو هو يعني ما عجبنيش بعد ما اتفرجت على الفيديو. اقدر كمان ان انا ارتب الصور بالشكل اللي يعجبني، بمجرد ما انا بدوس عليها ضغطة مطولة وانقلها ما بين الصور بحيث ان انا ارتبهم بشكل كويس. طيب دلوقتي الميوزك اللي هو حاططها لي، اتاكد منين ان هي اصلا مستخدمه في ريلز، او اتاكد كمان منين ان هي اصلا بتبقى ترند او هكذا. بمجرد ما انا بدوس على علامه الميوزك الموجوده هنا على الجنب، فاقدر ان هو بينقلني على الانستجرام. بلاحظ ان الريلز ده مستخدم عدد مرات كبيره، كل ما الرقم ده زاد كل ما اعرف ان الترند ده او الريل ده استخدم بشكل كبير، فبالتالي هو ريل ناجح. فلو انا استخدمته ووظفته بشكل صح، حطيت فيه صور وحاجات تبقى كويسة، فبالتالي أكيد هينجح بنسبة 90%. وبعد كده كمان تقدر إنك أنت تحفظ الفيديو عندك، ومجرد ما أنت مثلا ممكن تتفرج على إعلانات صغيرة، أو ممكن ينزل لك على الموبايل عادي بدون علامة مائية بتتفرج عليه، وتقدر تشاركه بقى كريل في أي منصة من منصات السوشيال ميديا، سواء على الفيسبوك، انستجرام، أيا كان أنت حابب انك انت تعمله، او على التيك توك. والموضوع ما وقفش عند كده بس، الموضوع وقف كمان انك انت تقدر من علامة البحث هنا بيوفر لك مواضيع مختلفة ليها علاقة بالمجال بتاعك او الحاجة اللي انت مهتم بيها، تختار منها الحاجة اللي تعجبك. برضو بنفس الطريقة هتتفرج وتضيف الحاجات بتاعتك. طيب لو افترضنا انك انت ضفت صورة مثلا، ولاحظنا ان الصورة دي محتاج تعمل فيها زوم، او محتاج انك انت تبعدها شوية، فكل اللي عليك انك بتحدد على الصورة وتبتدي انك انت تعمل زوم ليها، او تعمل زوم ان يعني، او زوم اوت. وبكده نكون احنا عرفنا ازاي بنستخدم القوالب. زي ما قلت لك ان المميز في التطبيق ده ان هو مش بس بيوفر لك قوالب جاهزة، لا كمان بيوفر لك القوالب اللي تبقى ترند، والميوزك كمان بتبقى مستخدمة على الانستجرام. فانت تعرف او تقدر انك انت تعرف ازاي اصلا الريل ده ناجح ولا لا، هل هتستخدمه ولا لا. ممكن انك انت تحتفظ بالفيديوهات عندك، دي حاجة تريحك. المهم ان انا وفرت لك طريقة او حل من الحلول، وان شاء الله في الحلقات الجاية برضه اوفر لك حلول اكتر، ممكن تكون من الاعدادات او برامج بننزلها عشان تساعدنا لو انت عاوز تعملها من جاب كات على تيك توك على طول. ده كان بديل، اتمنى تكون استفدت. هسيب لك في وصف الفيديو لينكات الحلول اللي قبل كده، اتفرج عليها، ممكن تنجح معاك. هي نجحت مع بعض الناس وناس لا، معرفش ايه السبب لحد دلوقتي، مفيش سبب واضح لعدم ظهور قوالب كاب كات عند بعض الناس وناس لا. فان شاء الله هنشوف الحل ده، ولكن دي حلول بديلة مؤقتة. اتمنى تكون استفدت. متنساش تعمل لي لايك على الفيديو ده وكومنت. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.